كتير مننا بيعاني في حياته من مبدأ اسمه أنا مش كفاية. طول ما انت عايشة في الحياة حاسة ان في حاجة لازم تتعمل، بس انت مش عارفة ايه هي الحاجة دي. في حواليكي ناس وأشخاص كتير بيتدخلوا في حياتك بطريقة زيادة عن اللزوم، ولا عارفة تحطي حدود ليهم ولا عارفة تردي عليهم الردود المناسبة. مش عارفة تعبري عن مشاعرك ولا عارفة تعبري عن احتياجاتك، وبالتالي انت فاقدة الاتصال بينك وبين أقرب الأشخاص ليكي في الحياة. مشاكل الحياة اليومية بتوترك وتضغطك، وقراراتك كلها متلخبطة وما بتقدريش تتحملي أي قرار لوحدك. أنا نيفين حمدي، كوتش مدربة متخصصة في الذكاء العاطفي بدرجة اعتماد BCC من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وكمان أنا مقيم معتمد لمقياس الذكاء العاطفي EQI 2.0 and EQ 360. حابة أطمنك إن المشاكل اللي أنا ذكرتها دي كلها تقريبا مفيش حد مننا مش بيعاني من معظمها، وحابة أطمنك أكتر إن المشاكل دي ممكن تختفي وتعرفي تديريها بشكل صحيح في حياتك. أولا لو أنت قررتي ده إن أنت عايزة تتغيري. تاني حاجة لو قدرتي تفهمي أكتر وتطوري من مهارات الذكاء العاطفي عندك. الذكاء العاطفي اللي معظم الناس حاصرينه فقط في جزئية المشاعر، وفاهمين ان الذكاء العاطفي ده متعلق فقط بان انا اعرف ادير مشاعري بشكل صحيح، وما يعرفوش ان الذكاء العاطفي ده متعلق ب15 مهارة موجودين عندنا كلنا، ولكن الاختلاف في طريقة استخدامنا للمهارات دي. ولو حبيت أعرف الذكاء العاطفي بمفهومه الصحيح، هو مجموعة من المهارات الاجتماعية والعاطفية اللي لما بيتحدوا مع بعض بيكون عندي القدرة ان انا احقق 5 حاجات. اول حاجة ان انا اتعرف على نفسي الحقيقية وافهمها بشكل صحيح. تاني حاجة ببدأ اعبر عن ذاتي دي لكل اللي حواليا بشكل صحيح ولائق. تالت حاجة بقدر أدير مشاعري وعلاقاتي الاجتماعية مع كل الأشخاص اللي بتعامل معاهم في حياتي. ورابع حاجة بقدر أتعامل مع الضغوط والمشاكل والتحديات اللي أكيد مفيش حد مننا ما بيخلصش من المشاكل دي. والنتيجة حتمية أخيرة إن أنا أي قرار في حياتي بقدر أنا اللي أخده بنفسي. كل ال5 حاجات دول هم حصاد ونتيجة كورس الذكاء العاطفي اللي باخدك فيه عشان تبتدي رحلة تغيير حقيقية لنفسك قبل ما تكون لأي حد تاني. كورس الذكاء العاطفي هو أول كورس للذكاء العاطفي في الوطن العربي، بيضم 15 مهارة من مهارات الذكاء العاطفي. بنتعرف عليهم ونطبق تطبيق عملي لكل مهارة ازاي تستخدميها في حياتك. وكمان من خلال الكورس بقدم ليكي تقييم الذكاء العاطفي الأصلي، واللي ما تقدريش تحصلي عليه إلا من خلال مقيم معتمد لمهارات الذكاء العاطفي. علاقات ناجحة، ضغوط أقل، قرارات أفضل، كل ده ممكن تحققيه إن شاء الله بالذكاء العاطفي، لأن الذكاء العاطفي مش بس مهارة بتتعلميها، إنما أسلوب حياة بنعيش بيه. مستنياكي في رحلة التغيير اللي بتحلمي بيها.